السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال ثالثة إعدادي، مسألة جميلة في نهاية السرعة المتوسطة. تعال نشوف كده المسألة بتقول إيه. المسألة دي أول ظهور ليها في 2013 في محافظة الأقصر. احسب السرعة المتوسطة لجسم يتحرك في مسار دائري محيطه 300 متر إذا قطع 10 دورات متتالية خلال 3 دقائق. المسألة دي جميلة فيها فكرة. تعالوا مع بعض نبدأ بأول جزء. أولاً يعني إيه سرعة متوسطة؟ مسافة كلية على زمن إيه؟ كلي. مسافة كلية على زمن إيه؟ كلي. طب لو سمحت يا مستر، المسافة الكلية هل هي معلومة عندي؟ طبعاً لا، لازم أنا أروح أجيبها. طب أنا لو رحت جاي قايل المسافة الكلية هتساوي إيه يا أبطال؟ أنا قال لي في مسار دائري، دايرة. تمام؟ محيط الدايرة 300 متر. مشى كام مرة على محيط الدايرة يا أبطال؟ 10 دورات. حلو، 10 دورات كاملة. يبقى نقدر نقول 10 في 300 يساوي كام؟ برافو عليك، 3000 متر. يبقى أنا كده قدرت نجيب المسافة الكلية. طب يا ترى الزمن بكام؟ قال لي 3 دقائق. براحتي. عايز أحول للثواني مفيش مشكلة، عايز اشتغل بالدقايق مفيش مشكلة، احنا هنحول للثواني. يبقى هقول الزمن الكلي بيساوي 3 في 60 بتساوي كام يا أبطال؟ 180 ثانية. إذا نقدر نحل المسألة عين شرطة بتساوي المسافة الكلية دي تكتبها على الزمن الكلي، يبقى 3000 على ال 180. اعملها على الآلة الحاسبة هتطلع معاك ب 16.6 متر لكل يا أبطال بكل ثانية. طب في طالب قال لي من شوية مصر وأنت قلت ممكن أجيبها بالدقيقة. طب إزاي؟ هروح جاي هلغي المعلومة دي أو التحويلة دي وهروح جاي قايل المسافة الكلية اللي هي 3000 على 3 دقايق تطلع معاك ب1000 متر، بس هتبقى لكل ايه؟ دقيقة. امتى فهمتها بقى؟ لما تحولها للثواني مفيش مشكلة. مش عايز تحول للثواني كبر دماغك مفيش مشكلة، بس تاخد بالك من ايه؟ من وحدة القياس. تمام؟ تمام، شكرا.